ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتفكري تبدأي تهتمي بإزالة الشعر ولكن مش عارفة تختاري الطريقة المناسبة؟ في الفيديو ده هقولك كل الطرق لإزالة الشعر، مميزاتها وعيوبها، وازاي تجهزي جسمك قبل وبعد عشان تحمي بشرتك وتاخدي أحسن نتيجة ناعمة ونضرة. متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول طريقة معانا هي إزالة الشعر بالشفرة أو الموس النسائي. مميزاتها إنها سريعة جدا وتنفع في أي وقت، ومناسبة للبنات اللي بشرتهم حساسة وما فيهاش ألم. لكن عيوبها إن الشعر بيرجع أسرع في يومين أو في 3، وممكن تسبب حكة أو نمو الشعر تحت الجلد لو استخدمتيها غلط. هقولك على نصايح قبل وبعد لازم تعمليها عشان تاخدي أحسن نتيجة. استخدمي جل حلاقة عشان عملية الإزالة تكون سهلة معاكي، وبعد الإزالة رطبي بشرتك بزيت خفيف أو كريم للتهدئة. الطريقة التانية معانا هي الطريقة التقليدية اللي الناس كتير بتستخدمها، اللي هي السويت. مميزاتها بتشيل الشعر من الجذور، نتيجتها بتقعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع، مع الوقت بتقل كثافة الشعر. العيوب إن هي مؤلمة شوية خصوصا في الأماكن الحساسة، وممكن تسبب احمرار أو حبوب لو استخدمتيها بطريقة غلط. أقولك قبل وبعد تعملي إيه. قبل قشري البشرة، قبل الإزالة لازم تقشري كويس عشان تشيلي الشعر اللي تحت الجلد، وبعد الإزالة استخدمي بودرة أو كريم للتهدئة، وتجنبي الاستحمام بمية سخنة بعد الإزالة. تالت وسيلة معانا هي الوكس أو الشمع، بيبقى عبارة عن شرايح أو بيتسخن. مميزاته إن هو بيسيب الجلد ناعم جدا وبيشيل طبقة من الجلد الميت مع الشعر. عيوبه إن هو محتاج دقة كويسة جدا في الاستخدام، وممكن يسبب حروق لو اتسخن زيادة. نصيحة: اختاري نوع الشمع اللي مناسب لبشرتك، وبعد الإزالة امسحي بزيت أطفال عشان يشيل البقايا بتاعة الشمع. رابع خطوة معانا وهي إزالة الشعر بالكهرباء، اللي هو الجهاز اللي بيشيل الشعر من الجذور عن طريق الملاقيط الدوارة. مميزاته إن هو عملي وسهل في الاستخدام في البيت، نتيجته بتقعد أسابيع. عيوبه: هو مؤلم في البداية بس بعد كده بتتعودي عليه، ممكن يسبب نمو تحت الجلد. نصايح لازم تعمليها قبل ما تستخدمي الجهاز: استخدميه بعد الشاور يكون دافي عشان تفتحي المسام، وبعد الاستخدام رطبي كويس وقشري بعديها بيومين بمقشر بسيط زي السكر وزيت جوز الهند. خامس طريقة معانا وهي إزالة الشعر بالليزر في البيت أو في العيادات. الليزر بقى هو الحل طويل المدى، بيقلل نمو الشعر بشكل واضح بعد عدة جلسات، ومفهوش ألم شديد حسب الجهاز والمكان اللي بتعملي فيه. مريح، ممكن تعمليه في البيت أو في العيادة. عيوبه إن هو غالي شوية في البداية، وبعد كده عدد البلصات بيقل. محتاج صبر والتزام في ميعاد الجلسة، ولازم تكشفي عشان تعرفي نوع بشرتك ايه، عشان كل جهاز وليه نوع بشرة معين. نصايح مهمة: لازم تحلقي المنطقة قبل الجلسة ب24 ساعة، وبعد الجلسة تجنبي الشمس أو حطي كريم مهدئ فيه بنسينول أو ألوفيرا. كده انت عرفتي الطرق لإزالة الشعر. لو عايزة نتيجة سريعة اختاري الموس، لو عايزة نتيجة تدوم جربي السويت أو الشمع، لو عايزة ترتاحي على طول الليزر هو الحل الأفضل. كل طريقة وليها مميزاتها وعيوبها، اختاري اللي يناسبك واللي يريح بشرتك. ولو جربتي أي طريقة منهم قوليلي في التعليقات تجربتك، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي الطبيعية. باي باي.